كسر في حته مهمه في جسم طفلك ومن هو مكانه ومش هنعمل له حاجه، والمفاجاه ان بعد سنه مش هتعرف تفرق بين رجل اليمين والشمال. اكبر غلطه اي اب واي ام بيعملوها لما يشوفوا اشعه كسر فخذ ابنهم هم ابنهم يطلبوا جراحه، واحنا نقول لهم ما تعملوش اي عمليات. اعزائي الموجودين والموجوعات، انا دكتور محمد الجوهري الشريك راحه العظام، والنهارده هقول لكم ليه كسر الفخذ في الاطفال هو المعجزه اللي ممكن تدمر اعصابكم لو مش فاهمين. الطفل رجله مكسوره، اشعه بتبين ان العظمتين راكبين فوق بعض، الاب بيترعش والام بتعيط وعاوزه تعمل عمليه فورا. المنظر مرعب صح؟ الحقيقه بقى اننا كدكاتره عظام بنبقى قاصدين نسيبها كده. ما تستغربش لو قلت لك ان الرجل اللي شكلها معوج دلوقتي هي اللي هتطلع مسطره كمان شهرين. ليه بنهرب في العمليات في السن ده؟ وللجبس اقوى من اغلى شريحه ومسامير في العالم. سر حاجه اسمها الريموديلنج او اعاده تشكيل. عظم الاطفال ده كائن ذكي بياكل الزيادات وبيضبط نفسه بنفسه. في تكه واحده لو حصلت العلاج التحفظي بيفشل وبنضطر نفتح. ابنك لا قدر الله في جبس او خايف من اصابات الملاعب في الاطفال، كتبت لك كتالوج صغير فيه 5 علامات تقول لك الجبس شغال صح ولا لازم تجري على الطوارئ. اكتب كلمه فخذ في الكومنتات وهبعته لك فورا على الخط. المفاجاه بقى ان الطفل سيبنا كسر رجله راكب فوق بعضه 2 سم، بعد سنه مش هتعرف تفرق بين رجله اليمين والشمال.